بيبدأ الفيلم بطفل اسمه أليكس وهو مع أهله في المطار، وبيكون أليكس وأسرته مهاجرين من بلدهم أوكرانيا للندن، وده لأن أسرة أليكس بتمر بظروف مالية صعبة ومش قادرين يتحملوا ظروف المعيشة في أوكرانيا، فقدموا في برنامج الرعاية الاجتماعية علشان يهاجروا ويسيبوا البلد. وبعد فترة أم أليكس بتشتغل محاسبة في بنك، وفي الوقت اللي بتكون فيه أم أليكس في شغلها أليكس بيفضل في البيت وبيقضي أغلب وقته على الكمبيوتر بتاعه. وبيكون واضح إن أبو أليكس إنسان مش مسؤول، وبيقعد دايما مع أصحابه وبيفضل يشرب ومش بيكون مهتم بأسرته. وأليكس ما بيكونش ليه أي أصحاب غير الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، واللي بتخليه دايما على دراية كاملة بكل حاجة بتحصل في العالم. ده غير إن هو بيقدر يوصل لأي معلومة هو عاوزها بسهولة. وبتمر السنين وبيتعلم أليكس البرمجة وكمان طريقة عمل الأكواد بكل أنواعها، وعلشان كده أليكس بيقرر إن هو لازم يدخل الجامعة، وده لأن هو حب يتعلم أكتر عن البرمجة ونفسه يكون زي بيل جيتس. ولكنه اكتشف إن هو محتاج إن هو يجمع فلوس كتير علشان مصاريف الكلية اللي عايز يدخلها كتير، ولأن هو متأكد إن أهله مش هيقدروا يساعدوه فبيقرر إن هو يعتمد على نفسه. وبيفضل يدور على أي مصدر دخل على الإنترنت لحد ما بيلاقي مواقع بيقدر يكسب منها مبالغ بسيطة. فبيفضل أليكس يحوش فلوسه اللي هو بيكسبها جوه جهاز الكمبيوتر. ومع مرور الوقت بيبدأ أليكس إن هو يعرف معلومات عن النظام المصرفي والأزمة المالية، وبيقدر يعرف إيه هي نقاط ضعف أنظمة الحماية ونقاط قوتها، وبيقدر يحسن مستوى حياته. لكن أبوه وأمه دايما بيكونوا بيتخانقوا مع بعض بسبب مشاكلهم المادية، فبيضطر أليكس إن هو يخرج من البيت ويروح يقعد في كافيه. وهناك بيسمع في الأخبار عن منظمة إجرامية بتعمل هجمات إلكترونية على عدد من البنوك، وبيعرف أليكس إن الموقع بتاع المنظمة دي على الدارك ويب ومستحيل الوصول ليه، وإن زعيم المنظمة الإجرامية يبقى هاكر محترف جدا اسمه زد. وبيكون زد متورط في جرائم كتيرة حوالين العالم وبرضه محدش عارف يوصل له. وفي يوم بيرجع أليكس بيته وبيلاقي أمه بتعيط بسبب إن هي اترفدت من شغلها في البنك، وبيكون البنك هو نفسه اللي بيملك البيت اللي هم عايشين فيه. فبيبعت البنك لأمه إنذار بالطرد من البيت لأن هي أصبحت عاطلة عن العمل، وبالتالي مش هتقدر تسدد الأقساط الشهرية للبنك. فبيروح أليكس على أوضته وبيجيب كل الفلوس اللي معاه وبيديها لأمه. فبتفتكر أم أليكس إن أليكس سرق الفلوس دي، فبيطمنها أليكس وبيقول لها إن هو كسبها من شغله على الإنترنت وإن هو كان بيحوشها علشان يدفع مصاريف الكلية. فبترفض أمه تاخد الفلوس، وده لأن هي مش عايزة تضيع مستقبل ابنها. لكن أليكس بيعرفها إن هو هيقدر يكسب فلوس تاني وهيقدر يصرف على نفسه. وبيرجع أليكس على أوضته وبيدور على الإنترنت على طريقة يكسب بيها فلوس أسرع، لحد ما بيفتكر الخبر اللي هو سمعه في الأخبار عن حاجة اسمها الدارك ويب. وبيقدر أليكس إن هو يوصل للدارك ويب، لكن صلاحياته بتكون محدودة جدا، وده لأن هو لسه جديد. فبيسأل أليكس الأدمن هو إزاي يبقى ليه إمكانيات وصلاحيات أكتر. فالأدمن بيقول له إن هو لازم يتبعت له دعوة ترقية لمستوى اسمه جندي، ولازم اللي يعمل كده واحد قديم على الدارك ويب. وبيقول له إن دي حاجة مش متاحة ليه حاليا، لكنه ممكن يعمل أي حاجة غير قانونية تثبت لهم إن هو مميز وعايز فعلا يدخل الدارك ويب. فبيفتكر هنا أليكس واحد زميله في المدرسة كان بيتنمر على الطلبة، فبيصمم أليكس موقع مزيف عن المكالمات الغذائية، وبيتخدع زميله المتنمر ده وبيدخل معلومات البطاقة البنكية بتاعته فيه. فبينسخ أليكس معلومات البطاقة بتاعته علشان يبعتها للأدمن. فبيلاقي إن في واحد اسمه روزفلت بيتواصل معاه وبيطلب منه إن هو لازم يقرأ القوانين الأول ويكون عارف إن هو لو اتقبض عليه محدش هيساعده وإن هو اللي هيشيل جريمته لوحده. فبيوافق أليكس على القوانين وبيترقى بسرعة لدرجة جندي في الدارك ويب، وبيشتغل مع روزفلت في إن هو بيبيع له حاجات معينة حجمها صغير ولكن فلوسها كتير، زي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والتليفونات. وبيستمر الشغل بينهم فترة طويلة، وبيبعت روزفلت أي حاجة هو عايز يبيعها وأليكس بيعرضها على عملاء وبيبيعها. وبيقدر أليكس إن هو يسرق البطاقات البنكية ويبيعها علشان يكسب فلوس أكتر. فبالتالي بيقدر يجمع 30,000 دولار في شهر واحد بعد ما كان بيجمعهم الأول في 4 سنين. وبعدها بيقرر أليكس إن هو يسافر لمدينة تانية علشان يدخل الكلية، وبعد ما بيتقبل فيها بيكون فاضل شهر على دخوله لأن هو اتأخر شوية في الإجراءات، وده معناه إن هو لازم يشتغل علشان يصرف على نفسه. وبيقدر أليكس إن هو يعمل هوية مزيفة وبيشتري بيها مجموعة من الساعات الغالية جدا، وده طبعا عن طريق البطاقات البنكية اللي هو بيسرقها. لكن أليكس بيواجه مشكلة كبيرة في بيع الساعات المسروقة، وده بسبب إن أغلبية المحلات بتكون متأكدة إن هو سارقها. وبيكون في شخص اسمه سي بيراقب أليكس وبيمشي وراه، وبيتكلم سي مع أليكس وبيعرفه بنفسه وبيعرض عليه إن هو يساعده في بيع الساعات اللي معاه، وده في مقابل إن هو هيديله 30% من المبلغ. فبيوافق أليكس لأنه ما بيكونش قدامه حل تاني، وفي النهاية هي مسروقة.
فبياخد منه سي الساعات وبيقدر يبيعها بكل سهولة، وبعدها سي بيدي أليكس الفلوس اللي هم اتفقوا عليها، ومن وقتها بيكونوا أصحاب وبيشتغلوا سوا، وبيكون أليكس هو اللي بيشتري المنتجات من على الإنترنت وسي هو اللي بيبيعها، وبيظهر إن سي ليها علاقات بكل التجار في المدينة، وده طبعا بيفيد أليكس جدا. وفي خلال شهور قليلة بيكسب أليكس فلوس كتير. وبالصدفة أليكس بيشوف في الأخبار إنه الهاكر زد لسه مستمر في هجومه على البنوك، وده لأن هو شايف إن البنوك بتستعبد المواطنين وبتسيطر عليهم وبتدمر حياتهم. وساعتها أليكس بيقرر إن الحياة الجامعية مش مناسبة ليه، وإن هو لازم يتواصل مع زد بأي طريقة، لأن هو فعلا عايز يساعده في اللي هو بيعمله وينتقم من البنوك. وبيظهر إن أليكس لسه مش ناسي اللي عمله البنك في أمه، وبيلاحظ أليكس إن في قائمة في الدارك ويب بأسماء ناس كتير بيشتغلوا في البنوك الكبيرة، وإن الدارك ويب قرر معاقبتهم لأن هم بيستغلوا مناصبهم وبيكسبوا فلوس بطريقة غير شرعية. فبيطلب أليكس المساعدة من سي في إن هم يوصلوا لمعلومات وحسابات الموظفين دول، فبيوافق سي وبيستغل شبكة علاقاته الواسعة، وبيقدر من خلال معارفه إن هو يحصل على صور للبطايق البنكية الخاصة بالموظفين، وده بيتم أثناء تواجد الموظفين في أماكن كتير زي المطاعم والكافيهات. ده غير إن سي بياخد من واحدة صاحبته اسمها لين بطاقة بنكية تخص رجل أعمال كولومبي، وبيكون نسيها عندهم وهو سكران، وبتقول لين لسي إن الراجل ده عمل مشاكل كتير مع البنات زمايلها، وبتتمنى إن هم يقدروا ينتقموا منه ويعاقبوه. فبياخد أليكس البطاقة البنكية دي، وبيتفاجئ من شكلها إن البطاقة دي ملهاش أي حدود في السحب، وبالتالي هيكون فيها كمية فلوس كبيرة، وده معناه إن هم ممكن يقعوا في مشاكل لو سرقوا منها أي فلوس. لكن سي بيقنعوا إن هم هيجربوها مرة واحدة، ولو نجحوا قدروا يسحبوا منها الفلوس مش هيستخدموها تاني. وتاني يوم بيروحوا قدام البنك، وبيقرر أليكس إن هو يجرب البطاقة الأول ويشتري بيها أي حاجة أونلاين، وده علشان يعرف إذا كان صاحب البطاقة بلغ بسرقتها ولا لأ. وبيكتشف أليكس إن البطاقة شغالة ومش محظورة، فبيدخل أليكس البنك وبيقدر إن هو ينتحل شخصية صاحب البطاقة، وبيسحب مبلغ كبير جدا من البطاقة. وبيخرج أليكس من البنك ومعاه الفلوس، وبيروح لسيو اللي بيكون مستنيه في العربية، وبيكونوا مبسوطين وفرحانين جدا بالفلوس اللي سرقوها. وفي اليوم اللي بعده بيلاقي أليكس إن الدارك ويب بينشر أخبار عن إن البنوك نظامها الأمني بقى ضعيف ومن السهل جدا اختراقه، وبيكون من ضمنهم البنك اللي رفض أمه وكان عاوز يحجز على البيت بتاعهم. فبيقرر أليكس إن هو ينتقم من البنك ده ويخليه يشهر إفلاسه ويقفل نهائي. وبعد ما بيحط خطته هو وسي بيروحوا على البنك، وكالعادة سي بيستنى بره، وبيدخل أليكس للبنك على إن هو عميل جديد وبيكون عاوز يفتح حساب عندهم، وبيقدر إن هو يخدع الموظفة وبيحط فلاش على الكمبيوتر اللي قدامها، وبعدها نظام تشغيل الكمبيوتر بيعطل والموظفة ما بتكونش عارفة إيه السبب. فبيستأذن أليكس من الموظفة وبيقول لها إن هو مش فاضي وهيبقى يجي لهم وقت تاني، لكن قبل ما يخرج من البنك بيقبض عليه أمن البنك، وده لأنهم بيكونوا اكتشفوا اللي عمله من خلال الكاميرات. فبيحاول سي إن هو يفضل مع أليكس، لكن مدير أمن البنك بيطلب منه يخرج. وبعدها مدير البنك بيسأل أليكس هو جاب ملف التشفير اللي موجود على الفلاشة منين، فبيقول له أليكس إن هو اللي قدر يصنعه. فبيقدر مدير البنك يخمن إن أليكس بيشتغل في الدارك ويب، وبيقول له إن هم هيوجهوا له اتهام بالقرصنة الإلكترونية ومحاولة سرقة فلوس البنك، وده معناه إن هو هيتحكم عليه ب10 سنين سجن على الأقل. فبتيجي لأليكس فكرة ذكية هنا، وبيقول لمدير البنك إن هو عمل كده علشان يثبت إن نظام البنك محتاج يتطور، وإن هو يقدر يطوره ويخليه أقوى ويعمل لهم جدار ناري ضد الاختراقات الإلكترونية. والغريبة هنا إن مدير أمن البنك بيقتنع بكلامه وبيسمح له إن هو يمشي مقابل إن هو ينفذ فكرته. وفي نفس اليوم بالليل بيتفاجئ أليكس إن اللي هو عمله في البنك انتشر على الدارك ويب لدرجة إن كل الهاكرز كانوا عايزين يكلموه علشان يتعرفوا عليه. ده غير إن زيد زعيم الدارك ويب نفسه بيبعت له رسالة وبيبدي فيها إعجابه باللي هو عمله. وتاني يوم سي بيلاقي رسالة من الدارك ويب على كمبيوتر أليكس من بنت اسمها كيرا، وبتكون كيرا عايزة تتعرف على أليكس وتعمل معاه شغل. فبيرد عليها سي وبيرتب ميعاد لأليكس معاها علشان يقابلها ويتعرف عليها. فبيضطر أليكس إن هو يقابل كيرا وبيفضلوا يتكلموا عن عمليات الهاكرز، وبيقول أليكس لكيرا إن هو عاوز يقابل زيد. فبتقول له كيرا إن هو لازم يعمل عملية كبيرة تلفت الانتباه أكتر، فبيطلب منها أليكس إن هي تشتغل معاه هو وسي في سرقة البطاقات البنكية. فبتوافق كيرا وبيشتروا طبعة مخصصة لطباعة البطاقات البنكية علشان تسهل شغلهم. ده غير إن كيرا بتعلم أليكس وسي إزاي يستخدموا متصفح خفي علشان محدش يقدر يوصل لهم. وبتمر الأيام وأليكس وكيرا وسي بينفذوا عمليات كتير ومهاراتهم كلهم بتتطور، وبتقدر كيرا إن هي تبيع أي حاجة هم بيشتروها من على الإنترنت
لكن سي بيبدأ يشك فيها لأن هي عندها عدد مشترين كتير جدا وبيشتروا منها المنتجات على طول من غير حتى ما يفصلوا معاها في السعر. وبيقول سي لأليكس إن طالما هي عندها كل الإمكانيات دي ليه بتشتغل معاهم وليه ما تشتغلش لوحدها. لكن أليكس ما بيهتمش لكلامه وبيقول إن هو بيقول كده علشان هو غيران من كيرا لأن هي بتبيع بأسعار أحسن منه وعندها علاقات أكتر منه. وبتمر الأيام وفي يوم بتعرض كيرا على أليكس إن هم يسافروا سوا هونج كونج لأن هناك هيكون في شغل أكتر وهيقدروا يكسبوا فلوس أكتر. فبيطلب منها أليكس إن هي تديله مهلة يفكر في الموضوع. وتاني يوم أليكس بيقابل روزفلت اللي ساعده إن هو يترقى في الدارك ويب وبيديله أليكس $5000 كشكر ليه وبيسأله لو كان يعرف حاجة عن كيرا خصوصا وإن هي واخدة درجة ملازم أول. فبيقول له روزفلت إن هو ما سمعش عنها قبل كده فبيشك فيها أليكس وبعدها بيسأله على الطريقة اللي يقدر يقابل بيها زيد. لكن روزفلت ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها أليكس وسي وكيرا بيكونوا رايحين يتمموا صفقة كبيرة وبيظهر إن سي مش عاجبه اللي بيحصل وبيكون معترض جدا إن هم هيبيعوا الكميات دي كلها مرة واحدة. ده غير طبعا إن هو مش واثق في الناس اللي اتفقت مع كيرا وبيكون شاكك إنهم ممكن يكونوا من الشرطة. فبيروحوا بيتكلم مع المشترين وبيفضل يتخانق مع كيرا قدامهم لحد ما الصفقة بتبوظ. وبيظهر إن المشترين بيكونوا من المافيا وبيرفعوا عليهم الأسلحة وبيكونوا على وشك إن هم يقتلوهم. لكن أليكس بيهديهم كلهم وبيقول لهم إن هم هيمشوا من المكان بكل هدوء. فبينبه عليه رجالة المافيا إن هم لو اتعاملوا معاهم تاني أو لو شافوهم تاني هتكون نهايتهم. فبيرجع أليكس وسي وكيرا على البيت وبيكونوا محبطين جدا بسبب اللي حصل وبيقرروا إن هم لازم يمشوا من لندن فورا علشان ما يتعرضوش للقتل على إيد عصابات المافيا. وتاني يوم بيسافروا كلهم لهونج كونج وبيشتروا شقة علشان يشتغلوا فيها وبيشتروا كمان عربية جديدة وبيكملوا في شغلهم سرقة البطاقات البنكية لحد ما في يوم بينسى أليكس إن هو يجرب البطاقة قبل ما يستخدمها وبيكتشف المحل اللي هم بيشتروا منه إن البطاقة مزيفة. فبيطاردهم رجالة المحل علشان يقبضوا عليهم ويسلموهم للشرطة لكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيرجعوا الشقة وبيكونوا متضايقين جدا من اللي حصل. فبيقترح عليهم سي إن هم يروحوا يسهروا في ملهى ليلي علشان يخرجوا من حالة الأحباط اللي هم فيها. وهناك بيتخانق سي مع واحد من رواد المكان وبيروح هو وأليكس السجن لكنهم بيكتشفوا إن هم بيخرجوا بسرعة وبيعرفوا إن كيرا اتصلت بعمها وهو اللي خرجهم من السجن. وبيجي تاني يوم وبيغلط سي وبيستخدم البطاقة البنكية الخاصة برجل الأعمال الكولومبي واللي كان واخدها سي من صاحبته لين أول ما بدأوا شغل هو وأليكس. فبيتخانق أليكس مع سي لأن هو كان محذره من إن هو ما يستخدمش البطاقة تاني لأن صاحبها ممكن يلاقيه بسهولة وبكده هو بيعرضهم كلهم للخطر. وبيطلب أليكس من سي إن هو يرجع تاني لندن وده لأنه أصبح هيبقى عليهم وهيسبب لهم مشاكل كتير. فبيلم سي حاجته وبيودع صاحبه وبيمشي من الشقة وهو حزين جدا بسبب اللي حصل. وبعدها أليكس وكيرا بيشغلوا ناس معاهم علشان يساعدوهم في سرقة ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء هونج كونج وفي كل مرة بيسرقوا فيها بيسيبوا كارت عليه كلمة دارك ويب وده علشان ينسبوا العملية لزيد وبالتالي يوافق إن هو يقابل أليكس. وتاني يوم بيتذاع في الأخبار كلها إن تم سرقة 2,300,000 دولار وإن المسؤول عن السرقة هو زيد زعيم الدارك ويب. وبيعرف زيد إن أليكس هو اللي نفذ السرقات دي وبيبعت له رسالة على الدارك ويب وبيهنيه على اللي هو عمله. فبيطلب منه أليكس إن هو يقابله شخصيا علشان يقول له على عملية كبيرة جدا. فبيقول له زيد إن في حد هيتواصل معاه وبعدها فعلا بيتصل شخص مجهول بأليكس وبيبلغه بمكان المقابلة. وهناك بيتفاجئ أليكس إن زيد بيكون شخص مختلف عن اللي هو تخيله في دماغه وبيكون زيد قاعد على كرسي بجهاز تنفس ووشه مصاب بحروق كتير. وبيطلب أليكس من زيد إن هو يشتغل معاه فبيوافق زيد ولكن بيقول لأليكس إن هو بمجرد ما هيشتغل معاه هيكون ملك ليه هو وبس ولو نجح في اللي هو هيطلبه منه هياخد أي حاجة هو عاوزها أما لو غلط فهو هيموت هو وعيلته كلها. فبيوافق أليكس على كل شروط زيد وبعد ما بيخرج من عنده بيجيله تليفون من سي وبيعتذر له على اللي هو عمله وبيقول له إن هو ما سافرش لندن وإن هو مستنيهم في الشقة بتاعتهم. وبمجرد ما سي بينهي المكالمة دي بيلاقي في حد بيدخل على الشقة وبيرجع بعدها أليكس وكيرا على الشقة وبيلاقوا سي مقتول في الحمام. فبيستنتجوا إن اللي عمل فيه كده هو رجل الأعمال الكولومبي صاحب البطاقة البنكية اللي سي استخدمها ولولا إن سي هو اللي كان في الشقة كان
زمانهم هم اللي ماتوا. وبيكون أليكس عايز يبلغ الشرطة لكن كيرا بتمنعه وبتعرفه إنه ما فيش حاجة قدامهم غير إن هم يهربوا من المكان فورا. وتاني يوم بيتنقلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه مع زيد، وبيكون زيد ورجالته عاملين خطة واللي هي إنهم يزيفوا قصة اغتيال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي. وفي نفس الوقت بينشر أليكس ورجالة زيد أخبار مزيفة إن رئيس البنك ممكن يكون مات فعلا، فبتبدأ أسهم الشركات والبنوك في البورصة تنهار. وبيكون زيد مجهز نفسه علشان يهجم على كل الأسواق المالية ويسرق منها ملايين الدولارات، لكن الشرطة بتكتشف إن رئيس البنك عايش وموجود في مكان تاني، وإن اللي مات ده كان شخص منتحل شخصيته، وإن ده كله حصل علشان يحصل مشاكل في البورصة. فبيهرب أليكس وكيرا من مكانهم بسرعة، لكن بيهجم عليهم مجموعة من المقنعين وبيضربوهم وبيفقدوهم الوعي. وبيفوق أليكس وبيلاقي نفسه في مكان مهجور ومش عارف يوصل لكيرا ولا زيد، فبيسافر بسرعة على تايلاند بهوية مزيفة عشان هو كان متفق مع كيرا إنه لو حصلت أي حاجة ليهم يتقابلوا هناك. وبيفضل أليكس مستني كيرا في المكان اللي اتفقوا عليه، لكن كيرا ما بتظهرش، فبيروح أليكس على أقرب مكان يقدر يستخدم منه الإنترنت، ولأنه ما بيكونش معاه فلوس كفاية فبيستخدم بطاقته البنكية. وبيعرف أليكس من الأخبار إن تم القبض على زيد، وإن شركته كيرا ماتت أثناء محاولة هروبها من الشرطة، وإن تم القبض على رجل الأعمال الكولومبي كممول لخطة زيد. وبيكون أليكس هو اللي حط معلومات رجل الأعمال الكولومبي أثناء ما كان بينفذ خطة زيد، وده علشان ينتقم منه لأن هو قتل سي صاحبه. وفي اللحظة دي بتكتشف البنت المسؤولة عن المحل إن البطاقة بتاعت أليكس مزيفة، فبتتصل بالشرطة وبتبلغ عنه. وبعدها بيدخل أليكس على صفحة كيرا يمكن تكون سايباله أي معلومة تساعده، لكنه بيتفاجئ إن النت بيفصل وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه. وبيفضل أليكس مدة طويلة في السجن، وبعد سنتين بيتم الإفراج عنه بعفو ملكي. وبمجرد ما بيخرج أليكس من السجن بيلاقي كيرا مستنياه وبتحكي له كيرا عن اللي حصل، وبنرجع بالزمن لورا وبنعرف إن كيرا كل ده كانت مسجونة في واحدة من الجرائم الإلكترونية اللي هي عملتها، وبتقول له إن مدير أمن البنك اللي أليكس اخترقه هو في الحقيقة ضابط مخابرات، وإن هو بعد ما أطلق سراح أليكس من البنك قابل كيرا وعمل معها صفقة، وقال لها إن أليكس ممكن يوصلهم لزد زعيم منظمة الدارك ويب. وبعدها المخابرات زرعت كيرا جنب أليكس وخلوها تقرب منه عن طريق إغراءه بالفلوس، وإن الشخص اللي هي كانت بتقول إن هو عمها يبقى هو نفسه ضابط المخابرات اللي عينها. ووقتها المخابرات كان عندها معلومات إن الزد موجود في هونج كونج، وكان لازم كيرا وأليكس يسافروا له على هناك. وعلشان كده كيرا اقترحت على أليكس فكرة السفر، ودبرت المخابرات قصة المافيا وإن هم ممكن يكونوا في خطر، وبالتالي هم هيختاروا السفر لهونج كونج. ووقتها المخابرات كانت مراقبة كل خطواتهم لحد ما الخطة تمت وقدروا يحددوا مكان زد ويقبضوا عليه. وبتحكي كيرا لأليكس إن هي ما كانتش تعرف إن هم هيقولوا عنها إن هي ماتت، وبعدها المخابرات حبستها في مكان سري، علشان كده ما قدرتش تقابل أليكس في المكان اللي المفروض يتقابلوا فيه في تايلاند. ولكن هي بعد ما خرجت قدرت تعرف هو فين وساعدته بعلاقتها علشان يخرج من السجن. وبمجرد ما بتخلص كيرا كلامها بتقول لأليكس إن هو دلوقتي يقدر يستخدم جواز سفره الحقيقي علشان يرجع معاها لأهله ويبدأوا سوا حياة جديدة من غير أي أعمال مخالفة للقانون. وبيخلص الفيلم.